السلام عليكم ابطالي. مثل ما شفنا طلعت نتائج قرعه دور 16 من دوري ابطال اوروبا واسفرت عن مواجهات منها الناريه، منها المتوسطه، منها القويه، وكذلك طلعت قرعه الدور الملحق من الدوري الاوروبي وليس قرعه الدوري الاوروبي، هي قرعه الملحق، واسفرت عن مواجهه ناريه الا وهن برشلونه راح يواجه المان يونايتد بملحق الدوري الاوروبي حتى يتاهل الفائز منهم الى دور 16 من دوري اوروبا. السلام عليكم من جديد ابطالي، بذكركم اني انا موجود معكم يوميا على تطبيق بيجو لايف. لو حابب تتابعني حمل التطبيق عبر الرابط الموجود بصندوق الوصف، وكذلك موجود الاي دي الخاص بحسابي. بنسهر يوميا، بندردش بامور كرويه ورياضيه حياتيه عامه بشكل عام، وعم نسهر سهرات اكثر من حلوه، وحتى وقت القراءه كنا لايف معكم على يوتيوب وكذلك على تطبيق بيجو لايف. لو بتحب تتابعني جميع الروابط واللينكات بتلاقيها بصندوق الوصف. قرعه الدوري الاوروبي خليني ابدا فيها مباشره، واللي اسفرت عن مواجهتين قويتين جدا. الاولى اشبيليه مع ايندهوفن، راح تكون مواجهه ناريه، وكذلك عندنا مواجهه ثانيه برشلونه وكذلك مانشستر يونايتد. طبعا للتنويه، هي القرعه اللي طلعت بخصوص الدوري الاوروبي، الفائز منها بيروح بيواجه اوائل دور المجموعات من الدوري الاوروبي، بصير وقتها دور 16. يعني لحد الان ما هي قرعه دور 16، مو مثل دوري ابطال اوروبا. فعنا اسفرت عن مواجهه ناريه جدا، ربما تضرب رقم قياسي جدا بالمشاهدات، وهي بارسا وكذلك مانشستر يونايتد. مواجهه للتاريخ، برشلونه راح يواجه كريستيانو رونالدو، الدون راح يرجع يواجه برشلونه بالكامب نو، اذا ما استمر طبعا كريستيانو مع اليونايتد لهذاك الوقت والله اعلم. اتوقعها مباراه ناريه جدا، هي المباراه الوحيده ربما او الاولى اللي راح اعطيها نسبه 50-50، صعب اتوقع مين ممكن يتاهل منهم. لو تواجهوا الفريقين بذات السوق الاوروبي حاليا فاكيد ما حدا منهم راح يتاهل وراح توصل المباراه لركلات الترجيح. اما اذا بنشوف انه راح يقدم برشلونه مستواه المحلي وراح يقدم اليونايتد مستواه المحلي وليس الاوروبي، لا هون برشح برشلونه بنسبه 60% تقريبا، و40 لمانشستر يونايتد. فحطوا لي توقعاتكم بالتعليقات. خلينا نروح لعند مواجهات دوري ابطال اوروبا، راح اعدهم على السريع واعطي توقعاتي بشكل سريع. لايبزيج شفناه بيجي مع مانشستر سيتي، مباراه راح تتسم بالطابع السريع جدا. لايبزيج بيلعب رتم سريع ورهيب جدا. مانشستر اخذ تقريبا ثوب ابطال اوروبا وثوب انه يلعب بشخصيه ابطال اوروبا، واكتسب ثقافه هي البطوله بشكل كبير جدا وقوي، وعنده سكواد رهيب جدا. اتوقع على الامانه بتميل اكثر لمانشستر سيتي، واتوقع مانشستر سيتي هو اللي يكون متاهل. عندنا ايضا مباراه ثانيه، طبعا نذكر انه هي توقعات مبدئيه وراح يكون في فيديو خاص بالتوقعات قبل المباريات مباشره، قبل انطلاق دور 16، لانه بتكون بعد شهرين وبيكون اختلف الكلام كله. عندنا كلوب بروج مع بنفيكا، بعطي 60% لبنفيكا مقابل 40% لكلوب بروج. عندنا ايضا مباراة ميلان توتنهام، مباراة قوية جدا، مباراة حلوة. لو تواجهوا الفريقين اليوم اتوقع على ميلان بكل امانة، لكن لو كونتي حسن يخرج افضل ما عند هذا السبيرز توتنهام فممكن وقتها اعطيها المباراة 50-50. لكن انا كلامي دائما عم يكون نسبة لليوم، فلو تواجهوا اليوم انا بعطي 55% لميلان مقابل 45% انه السبيرز هن اللي يتاهلوا. عندنا ايضا مواجهه ثانيه، اينتراخت فرانكفورت بيواجه نابولي مارادونا. يبدو بانه توقعاتي زبطت بانه القرعه تخدم نابولي، وانه نشوف نابولي لاول مره بيوصل الى دور 8 من دوري ابطال اوروبا، وراح يوصل نابولي على حساب اينتراخت فرانكفورت. عندنا ايضا بروسيا دورتموند بيواجه تشيلسي بمواجهه ما بعرف كيف بدي اوصفها. انا ما بعرف كيف بدي اوصفها. بروسيا دورتموند صاحب الكره الجميله السريعه، اللعب المباشر اكثر من رائع، مقابل تشيلسي مع جراهام بوتر اللي ما عرفان يرتب اوراقه لحد الان. الحلو بالموضوع بانه المباريات راح تكون بعد يناير، يعني راح يكون في ميركاتو، راح يكون ربما تشيلسي رتب اوراقه اكثر. لو لعبت هي المباراه اليوم انا بخاف على تشيلسي كثير، واتوقع 55% بعطي لدورتموند، لكن هذا الكلام مبدئي وحنشوف اوضاع البلوز من هون وحتى وقت المباريات الفعلي. عندنا ايضا مباراه كبيره جدا وهي الريدز ليفربول، راح يواجه المرينجا ريال مدريد. مواجهات بثأر 2018 و21 و22، اتوقع انه راح تكون ايضا بثأر 2023 لانه الريال كمان هو اللي راح يتاهل. بعطيه اكثر من 65% بكل امانه، ربما هو الفريق اللي خلاص فيني هيك عول عليه بشكل كبير بالتوقعات، انه اتوقع ريال مدريد هو اللي راح يتاهل على حساب الريدز ليفربول. عندنا انترناسيونالي، انتر ميلان راح يواجه بورتو البرتغالي. ربما عم ينخدم انزاجي بهذا الموضوع، تأهل بدوري ابطال اوروبا بمجموعه قويه جدا، ربما كافأوا القدر انه اجى مع بورتو ما هذا الخصم الصعب. انزاجي اذا بضل مركز كثير بدوري ابطال اوروبا قدر الامكان هذا الموسم، بعطيه 55% انه يتأهل على حساب بورتو البرتغالي. اما اخر مباراة كسر الحديد، البايرن مع باريس سان جيرمان، وحلا اذا بتحلى يا كبير بكل امانه. يعني اذا لعبت هي المباراة اليوم انا بعطي 55% للبايرن. المطلوب من جاتليه لو بده يواجه هذا البايرن مع باريس سان جيرمان
يبعد المشاكل الخاصه بغرفه خلع الملابس. مشاكل مبابي وما مبابي وهي القصص يطلع منها تماما. ممكن وقت اعطي المباراه انها توصل لركلات الترجيح وتكون 50-50. لكن توقعي المبدئي حاليا هو البايرن، واكيد رح يكون في فيديو توقعات قبل انطلاق دور 16 من دوري ابطال اوروبا. بالنهايه نظره سريعه وفيديو سريع، حطوا لي رايكم بخانه التعليقات، خلينا نتناقش بشكل ودي. بشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.